الرفيق عزيز عرب. حاليا أنا متواجد بمحاور 6 تشرين، بجبهات 6 تشرين، المقاومة العالمية تبع 6 تشرين. يعني إذا نبلش تفاصيل عن مقاومة 6 تشرين، يعني نظل نحكي أيام عن المقاومة العظيمة صارت في 6 تشرين، عن الإرادة القوية من يبكة قصد، مقاومة عظيمة صارت من الرفيقات، الإرادة القوية، المعنويات العالية. إذا اليوم نحكي عن كالرفيقات المناضلات الثوريات اليبجة، يعني كرفاق ناخذ معنويات من الرفيقات، كحرب بإيد وحدة، كقوة، كجسارة، كإنجام الرفيقات إنجام عظيم، كجسارة الرفيقات جسارة عظيمة، كإرادة الرفيقات إرادة عظيمة. يعني المرأة، يعني وقت نقول تعيش المرأة حياة حرة بفضل الرفيقات، بفضل مقاومة الرفيقات تعيش المرأة حياة حرة، بفضل قوات يبجة، بفضل اليبجة تعيش المرأة حياة حرة فقط لا غير، يعني بفضلها. حكومة أو سلطة دمشق الجديدة يعني يدعون عدل ومساواة بين الشعوب، يدعون الديمقراطية بين الشعوب، ولكن يعني ما صار له كذا شهر، يعني حكومة أحمد الشرا وحكومة دمشق الجديدة حرب طائفية خلقوا بين الشعوب، تفرقة بين الشعوب، هذا عربي، هذا كردي، هذا سرياني، هذا، ولكن ما بدهم الديمقراطية تصير بسوريا، ما بدهم وحدة الشعوب تصير بسوريا، ما بدهم عدل ومساواة تصير بسوريا. قلنا عدل ومساواة ما بدهم تصير بسوريا، ولكن بفضل فكر وفلسفة ريبر آبو وبفضل الديمقراطية بشمال شرق سوريا، يعني ويعني يعني ما بدهم ايش؟ ما بدهم انه والله المرأة تتحرر من الذهنية الذكورية، المرأة تصير عدل ومساواة بين الشعب، المرأة هي المرأة العظيمة، المرأة التاريخ العريق، المرأة الجبارة، المرأة القوية. كالحكومة الانفصالية الجديدة بسوريا ما بدها هالشيء هذا يصير، بدهم يظلون ذهنية ذكورية، تعصب جنسوي، ما بدهم انه والله المرأة تعيش حرة، تعيش حياة كريمة، تعيش حياة نزيهة، تعيش حياة زكية. ما بدهم هالاشياء هاي تصير خالص بسوريا نهائيا، يعني بدهم المرأة تظل مستعبدة، المرأة تظل منكوبة، منتهكة حقوقيا جنسويا من هالامور هاي. ولكن بفضل يبك قصد سنخلي الديمقراطية تعم سوريا كاملة، العدل والمساواة تعم سوريا كاملة، تحرير المرأة من الذهنية الذكورية تعم سوريا كاملة.